السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه سهله ولذيذه، حلوه الفرماج بالفويتين، خفيفه في التحضير وشهيه بزاف. بقاو معايا نشوفوا الطريقه خطوه بخطوه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا 500 غرام ديال الزبده سبيسيال، 16 حبه ديال الفرماج، انا هنا درت لافاج كيري، 100 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبه للملح غنحتاج معلقه صغيره ديال الملح، حيت هي كتبغي تجي مالحه. غديروا الكميه كثيره ديال الملح. من بعد نخليها تدور مزيان حتى تخلط المكونات كامله مع بعضياتها. غنضيف هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الكوك محمر اللي حمرته من قبل، ونص كاس ديال الزيت اللي نسيت انا ما درتوش، و750 غرام ديال الفورص. نخلط هنا الكل مزيان. ما تنساوش نص كاس ديال الزيت اللي ما عرفتش كيفاش حتى ما تسجلش. كيف ما كتشاهدوا معايا كتكون هكا رطبه. غنجيب دابا الحلوه ديالنا غنبدا نرولي فيها. هي غتمحنكم شويه لحقاش كتجي خاويه من الداخل. تروليو وتقادو، كتبقاو تروليو هكا وتقادو على حربول هكا رقيق. فين ما تبان لكم خوات تعاودوا تقادوها صافي. وغنجيبو هنا نقطعو بهذا الشكل ونستفو في اللاطه. نجيب ثاني حربول. بالنسبه للعجينه راه كتخرج معكم كميه كبيره. هاد الطريقه كتبغي تجي رقيقه بزاف، راه واخا ما فيهاش الخميره، راه ملي غتدخلوها للفران راه غتلاحظوا راه انها كتنفخ. داكشي علاش خصكم الحربول هكا ترقوه، ما تخليوش غليظ. هكا تبقاو تخدموا بها شويه بيديكم، عاد تروليو. وضروري كيف ما قلت لكم راه هكا تمحن شويه، راه هكا تبغي الخاطر، ولكن راه ملي غتذوقوا البنه ديالها راه غتنساو هاد التعب اللي دوزات معاكم، لانها فعلا كتجي زوينه بزاف. هيا انا كاع عصبتني وحيدتها وعاودتها من الاول كيف ما كتشاهدوا معايا. كيف ما قلت لكم راه كتبغي غير الخاطر والصبر حتى تكملوها. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع القياس ديال العجينه اللي عندي، ونمشيو باش ندخلوها للفران. كتشاهدوا معايا من بعد ما الحلوه ديالنا هي هذه راه وجدات، غندخلها للفرن درجه الحراره 160، نخليها تولد ساعه. الا بانت ليا ما تحمرش نعاود نزيدها. كيف ما كتشاهدوا معايا الحلوه ديالنا من بعد ما طابت هي هذه كيفاش جات. انا هنا ذوبت الشوكولاط بيض. بالنسبه للشوكولاط الا ما كنتوش غديروا كاع، زيدوا فيه شويه ديال الزيت باش يجيكم هكا مرخوف. انا استعملت الماركه الاخرى كتكون شويه ثقيله،
اضطريت انني نزيد فيها شويه ديال الزيت، وغنبدا هكا ندوز الشكلاط ونحط في الفويتين. بالنسبه للفويتين ديروا شويه بيديكم، هرسوا شويه بيديكم باش يجي رقيق. كذلك الا كانتو بان لكم ما بقاش مقرمش، يمكن لكم تصهدوه هكا في شي مقيله، اولا منين يطفى الفران دخلوه وخليوه باش يرجع طري. هاد الحلوى كتميز بالملوحيه والحلاوه في نفس الوقت. عطات الصراحه عطاها الفرماج والملح كثير، عطاتها واحد اللذه مع الفويتين والشكلاط كتجي بنينه. ما نساوش حتى الكوك محمر. انا هنا كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما كندوزها في الشكلاط كنعاودها هكا في الفويتين وكنبدا نسوسها من الفويتين ونحطها في اللاطه. غنستمر انا هنا على نفس العمليه حتى نكمل كاع الحلوى اللي عندي، ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه الاخيره. كيف ما كتشاهدوا معايا الحلوى ديالنا هي هذه. انا خديت وحده هنا نجربها معكم كيفاش كتجي من الداخل. صراحه كتجي مقرمشه بزاف ولذيذه. نتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله بالصحه والراحه.